الحلقة الثالثة. رأيت البحر في المنام، فهل هو خير أم تحذير؟ التفسير الكامل لرؤى البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفسير الأحلام. اليوم سنتحدث عن رمز عميق وكبير. البحر في المنام، هل هو رزق أم خطر؟ تابع معنا لتعرف كيف يمكن للبحر أن يكشف عن حالتك النفسية أو الروحية، بل وربما مستقبلك. 1. دلالة البحر بشكل عام. البحر رمز واسع، وقد يدل على الرزق والخير إذا كان هادئا وجميلا، السلطة أو القوة خصوصا إذا كان الحالم يراه من بعيد، المخاوف أو الهموم إذا كان البحر هائجا أو مظلما. 2. تفسيرات حسب تفاصيل الحلم. رؤية البحر الهادئ تدل على راحة نفسية قادمة أو استقرار في الرزق أو العلاقات. السباحة في البحر بسهولة، دلالة على السيطرة على حياتك. بصعوبة، قد تشير إلى تحديات أو ديون أو مشاكل متراكمة. الغرق في البحر علامة تحذيرية من فتنة، ذنب، أو ضغط نفسي كبير، ولكن إن تم إنقاذك فهي بشارة بالخروج من الشدة. مربع أسود صغير. رؤية البحر من بعيد فقط دون اقتراب تدل على طموحات كبيرة أو أمر تفكر فيه كثيرا ولم تقترب منه بعد. 3. رمزية البحر في القرآن الكريم. البحر ورد كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لذلك قد يدل أيضا على المنفعة والغذاء والتغيير، لكنه قد يكون أيضا فتنة، مثل قصة فرعون فأغرقناهم في اليم. خاتمة. هل رأيت البحر في منامك؟ كيف كان شكله؟ هل سبحت فيه أم غرق؟ اكتبه لنا في التعليقات، وسنختار بعض الرؤى لتفسيرها في الحلقات القادمة. لا تنسى الاشتراك، تفعيل الجرس، والضغط على لأيك، لأن رمزا بسيطا كالبحر قد يحمل أعظم رسالة في حياتك.